قلنا القماش المتطرز بيتشد على الكورساج مثلا ساتان، بيتشد عليه ما بيتقصش. طبعا ما يبقاش حد جايب لك قماشه غاليه وتروح انت تعمل بقى فيها فقيق، تروح قاصص، تروح مبوظ له الرسمه. لازم الرسمه تنقي التاج اللي انت هتحطه مثلا في النص وتشتغل. القماش المتطرز عامه اصلا بيتشد ويتلقط بالخيط والابره. ما تحطليش لازق وشيه، ما تجيبليش لازق وشيه اللي هو بالمتر ده وتروح مليسه تحت على الستان وتشد عليه القماش المتطرز بقى وتفضل تمشي بالمكوه بقى تساوي. هيشد معاك وكل حاجه خلاص، وتروح بقى ظارف فرماتوره كده بالمكنه وتقول لك كده انا ثبت. هي القصه بتفرق، هل انت بتشتغل القصه الشغلانه حاببها وعايز تشتغل فيها ويبقى ليك سمعه كويسه ويبقى عندك ضمير، ولا هي يعني ايه يلا اي سبوبه وخلاص؟ هي القصه بتفرق بقى من واحد لواحد. القماش المتطرز بيتشد ويتلقط بس. طبعا بتبقى ايه مربي ضوافرك شويه عشان ايه فالناس تفتكرك معفن وتشوف لك سبعين استعمال. تمشي على الرسمه بقى. طبعا انا لما دخلت بالابره في الاول دخلت في الستان، ما دخلتش في الخيط، ما دخلتش في التطريز، عشان خاطر انا كده كده هقصقص التطريز ده كله عشان خاطر الخياطه. تمام. ان انت لما بتحط وبعدين لما يعني ايه الفتله تشد معاك ولا تتعقد تبقى رخمه، انت خليك ارخم. عشان انت لما بتحط لازق وشين اللي هو بالمتر ده في الكامل تحت القماش المتطرز او تحت الدرابيه، الكورساج نفسه الاسترتش بتاعه والمطاطيه بتاعت الستان بتروح. انت كده كده بتبقى لازق الكورساج اصلا بلزق بارلون او بلزق سيرما مع اتجاه النسيج بتاع الستان واتجاه النسيج بتاع البارلون او اللزق السيرما، فبيبقى لسه في مطاطيه موجوده في الكورساج والمقاس بتاعك مظبوط والدنيا زي الفل. لكن اول ما بتحط بقى ايه اللي هو لازق وشين التليسه اللي بيليسوها تحت ده وبيعلموا الناس بالطريقه دي، انا اعلم الناس يا عم، اعلم الناس صح. بس هو بقى ليه الاختيار يعني. قشطه. تشتغل بقى على الرسمه كلها تفضل تلقط لغايه ما يبان لك صاحب يعني. تمام. يعني القصه دي يعني بتبقى عايزه صبر، وبعد كده بتبقى نفسيه وعصبيه بقى بعد كده. بهزر كده. سلام.